المشكلة هنا مش في الفسدة اللي بيستغلوا نفوذهم. المشكلة هنا من وجهة نظري عند أهم ناديين في مصر، الأهلي والزمالك. الأهلي والزمالك مشاركين في وفاة هذا الفتى. ليه بقى؟ لأن الأهلي والزمالك على مدار السنين شافوا الفساد بينخور في ضام الكرة المصرية، وشافوا الفسدة بيتقلدوا كل المناصب وبيسيطروا على كل مقاليد الحكم في الكرة المصرية وسكتوا. وده مش دورهم مش انهم يرفعوا الكؤوس ويتنحروا ويخلونا نقعد نتخانق مع بعض. دورهم في انهم يقودوا الكرة المصرية لمستقبل افضل. دورهم في انهم يقودوا الكرة المصرية لانها تاخد مكانها. دورهم مش انهم يتفرجوا على الفساد. جمهور النادي الاهلي بيتهم كل الناس وجمهور نادي الزمالك بيتهم كل الناس، ولكن الجمهورين لازم ياخدوا بالهم ان الناديين دول كان عليهم مسؤولية ما قاموش بيها، وهي حماية الكرة المصرية من الفساد. وانا بقولها الاهلي والزمالك ما حموش الكرة المصرية من الفساد. الاهلي والزمالك عليهم عبء عودة الكرة المصرية إلى سابق عهدها، أيام ما كانت كورة وأيام ما كانوا الفساد بعيد عنها. ولازم يقودوا جمهورهم بجد إنه يحارب الفساد، وإنه ما يتهمش الآخر، وإنه يشوف إيديهم في إيدين بعض وهم بينظفوا الكرة المصرية. ده لو فعلا عايزين تاخدوا حق أحمد رفعت.